بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبالك معايا وصفات الصيف المنعشه من غير فرن خالص. هتقومي تعملي احلى واسرع تحليه صيفيه طعمها حلو قوي. تنفع بقى في الجو الحر اللي احنا فيه دوت. الولاد واخدين اجازه، تنفع في النادي، تاخديها معاكي لو عامله في علب، تنفع في المصايف، ليكي حريه الاختيار. جايالك وجايبه معايا مش وصفه واحده ولا اتنين ولا تلاته، جايبالك اكتر من 10 وصفات من غير فرن خالص. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. أول حاجة معايا كوبايتين من الحليب، باكت من الكريم كراميل. جوه الباكت الكريم كراميل بيكون فيه كيسين، واحد سكر كده متكرمل وواحد بودرة. أنا أخدت الاتنين حطيتهم على الحليب، ونزلت بمعلقة كبيرة من قشطة وش اللبن. دوبتهم مع بعض كويس جدا على البارد، وبعد كده رفعتهم على النار اخد غلوتين. في البداية بقى كان معايا باكت بسكوت، وطبعا نقدر نستخدم اي بسكوت حتى لو بسكوت العيد. هنضربهم في قلب الكبة مع معلقة سمنة او معلقة زبدة. تمام كده؟ تمام. لحد ما يبقى عامل زي الرملة المبلولة. هتعملي بقى كله في صينية واحدة او تعملي كل واحد لوحده، ليكي حرية الاختيار. انا هنا عملت الاتنين. طبعا الكريم كراميل ما بيتقلش على النار، لما بتسيبيه يهدى بيتقل معاكي. بعد ما حطيت طبقة البسكوت نزلت بقى بطبقة الكريم كراميل وسبتها بقى ايه تبرد شوية. معايا هنا كوباية ونص من السكر، حطيتهم في مقلاية تكون ما بتلزقش، يعني مش ألمونيوم. تمام كده؟ تمام. وطبعا من غير اي مادة دهنية خالص، مش هقلب غير لما تبدأ الاطراف بتاعتها تبدأ تتكرمل معايا. اول ما تلاقي الاطراف بدأت تتكرمل نبدأ احنا نقلب، مفيش مشاكل خالص. بمعلقه سيليكون مش معدن تبداي تقلبي، وحاولي على قد ما تقدري حركات دائريه عشان السكر يدوب معاكي. في المرحله دي هنزل بمكعبين من الزبده، وطبعا النار متوسطه. لو انتي اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك والكومنت اللي زي العسل. معايا كوبايه الا ربع من الحليب، نزلت بيه على الكراميل. خلي بالك في النقطه دي عشان اللسعه منها بفوره لا قدر الله يعني. هفضل بقى مستمرية في التقليب لحد ما تفك معايا وتبقى بالشكل ده. عايزة اقولك بقى صوص التوفي ده طعمه خطير. في ناس ممكن تقولك صوص كراميل، صوص توفي، هو خطير لوحده كده. خلاص في المرحلة ديت بقى هطفي عليه النار كده، بقى معايا تمام. اقدر بقى هنا احطه في علبة واستخدمه لاي وصفة تخطر على بالك. بس انا بقى هحطه على الكريم كراميل بعد ما برد بالشكل دوت كده. خلاص كده هحطه برضو ايه على بقية، نقدر اللي احنا نعمل صينية واحدة او نعمل ايه كذا صينية. معايا هنا شوكولاتة بيضة، سيحتها كده في الميكروويف عشان احطها فوق الوش واعمل بيها خطوط. دي حركة اختيارية، مش حباها خالص. ادخلها بقى التلاجة لمدة 3 ساعات، والله على الجمال، ساقعة ومنعشة وخطيرة. معايا نص كوباية من الكاكاو الخام، معايا نص كوباية من الدقيق، نص كوباية من السكر، ودي الوصفة التانية. هقلبهم مع بعض كويس جدا واشغل النار وانزل بكوبايتين من الحليب، ومستمرية بقى في التقليب لحد ما الكلام ده كله يدوب مع بعض. الوصفة دي برضو حلوة قوي وخطيرة وسقعة كده ومنعشة وبترطب على القلب. طبعا الوصفة الأولانية نقدر نستبدل البسكوت بكيكة أو بكنافة، مفيش مشاكل خالص. في المرحلة ديت خلاص كله داب معايا، بس طبعا مستمرية في التقليب عشان عايزاه يتقل معايا على النار. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. حطيت مكعب من الزبدة وقطعتين كده صغيرين من الشوكولاتة. الشوكولاتة اللي انا استخدمتها دي شوكولاتة سما. طبعا بصي هي تقلت معايا ازاي. وطبعا مرحلة الشوكولاتة ومرحلة الزبدة دي اختياري، بس الزبدة هتلمع كده الكلام معايا وتخليها بتلمع كده وخطيرة. وكمان الشوكولاتة هتعلي التست شوية، لكن لو مش متوفر عندنا نقدر نستبعدها من الوصفة. هجيب بقى صينية او كاسات وابدأ اللي انا احط فيها. انا هنا عملت صينية متوسطة وعملت كاسات، يبقى كل واحد لوحده. عارفة اطباق الرز بلبن ماشي شغالة معانا، مش هتقول لنا لا يعني. حط كده في كل كاس يعتبر مغرفة. هسيبهم بقى يبردوا شوية، ممكن تدخليهم التلاجة لو مستعجلة عليهم. في المرحلة دي هجيب كيس من الكريمة واحط عليه نص كوباية من المية المتلجة، واضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما تديني كده القوام اللي هو الايه، بوز البطة. نقدر بقى نطعم الكريمة بأي حاجة احنا حابينها، بس انا عايزاها زي ما هي كده، مش عايزاها متطعمة بأي حاجة.
كريمة عادية خالص، عشان ما تنسيش اللي احنا عاملين طبقة الشوكولاتة، والشوكولاتة ما بتليقش على المانجا ولا بتليق على الفراولة قوي، وكذلك يعني. فعشان كده انا مخليها سادة. بس لو انتي حابة وبتحبي براحتك خالص، ممكن نحط فيها قطع فاكهة برضو تبقى ساقعة وحلوة. كده خلاص حطيت الطبقة التانية. تعالي نعمل الطبقة التالتة. نص كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب، معلقتين كبار من الكاكاو. وهضرب الكلام ده مع بعضه كويس جدا في شفشق الخلاط، في الخلاط او الكبة. معايا بقى هنا حوالي ربع كوباية من الزيت، هنزل بيها كده تدريجيا حبة حبة. ولو احتاجت لزيت تاني نبدأ اللي احنا نحط من معلقتين ل3 معالق كمان. خلاص كده. ده صوص شوكولاتة كده يعتبر اقتصادي شوية وطعمه حلو قوي. وطبعا الطعم بيعتمد على الكاكاو اللي احنا مستخدمينه. كل ما تستخدمي كاكاو مصدره حلو، هتلاقي النتيجة بتاعة الحلويات اللي انت بتعمليها بتطلع حلوة. نزلت بقى بالصوص الشوكولاتة كده في الطبقة الأخيرة، وكده يبقى الحلويات بتاعتي خلصت. قد ايه ساقعة بقى ومنعشة، ومش عارفة بقى انت بتاكلي كيكة ولا بتاكلي حاجة كده بتدوب في البق والمعلقة بتجر معلقة. لا لا لا، حكاية والله. نقدر نحط على وشها شوكليت شيبس، ونقدر نسيبها زي ما هي كده. 3 طبقات، حاجة كده وهم، تحسيه اللي انت طايرة كده في السحاب. وتقولي خلاص المعلقة مش هاخد معلقة تاني، تلاقي المعلقة بتجر معلقة والطبق بيجر الطبق. من حلاوتها عايزة اقولك هتعتمديها على طول وهتعمليها للولاد. جربيها وادعيلي. اظن الموضوع اقتصادي لحد ما احلى بكتير لما تروحي تجيبي طبق حلويات من بره او اي حاجة كده بتبقى معدية ال100 جنيه. لا، دي انت هتأكلي البيت كله بحاجة بسيطة. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده ونحضر معانا باكت من الجيلي. وطبعا الجيلي هنا بأي طعم انت تحبيه. انا اخترت طعم الفراولة. طبعا شركة الجيلي تقدري تختاري، في شركات كتير قوي موجودة في السوبر ماركت، اختاري الشركة اللي تناسبك. معايا بقى باكت من الجيلي كده بطعم الفراولة، هفضيه في قلب بولة واحط عليه كوباية من المية السخنة وادوبهم مع بعض كويس جدا. هتأكد اللي هو داب معايا. هجيب بقى طبق تاني، هركن بقى الكلام ده كده على جنب، واجيب طبق تاني فيه كوباية ونص من الحليب. ركزي بقى في الوصفة دي لانها هتعجبك قوي. معايا كوباية من كريم جانتيه المحلى، واضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يتقل معايا. طبعا احنا كلنا عارفين اللي باكت الجيلي بياخد كوبايتين من المية، لكن انا حطيت كوباية واحدة عشان عايزاه مركز. نقدر نستبدل الجيلي الفراولة بجيلي مانجا، جيلي بطيخ، جيلي كريز، اي طعم احنا نحبه. في المرحلة دي بعد ما ضربت الكريمة كويس جدا، هنزل بقى بالجيلي كده تدريجيا حبة حبة. وكل حبة هحطهم هبدأ ان انا اضرب شوية بالمضرب. الوصفة دي من حلاوتها انت مش هتبعتي تجيبي ايس كريم من بره تاني خالص، لان هي بجد طعمها حلو قوي. نزلت باخر كمية معايا في الجيلي، وبرضو مستمرية في الضرب بالشكل دوت كده. طبعا لو حطينا بقى الجيلي بالمانجا هيدينا طعم المانجا وكمان لون المانجاوي كده الحلو. لكن جيلي الفراولة لونه احمر كده شوية، نقدر نعزز اللون ونحمره شوية لو حطينا الوان طعام لونها حمرا، لكن هو لونه حلو قوي كده. اضربهم بس اتاكد تماما اللي هو كده بقى تمام قوي. في المرحله ديت بقى انا ادخله الفريزر زي ما هو، فهنضف في الاطراف بتاعه الطبق واغطيه بستريتش راب علشان خاطر بس ما يعملش كاسات من التلج. هحطه بقى في الفريزر لمدة 3-4 ساعات. بعد ال3-4 ساعات تعالي نشوف شكل الايس كريم دوت. خطير ويعتبر مش مكلف ولا اي حاجة، وعملنا كمية كبيرة. طبعا انا ما استنيتش ال3-4 ساعات ولا حاجة، انا مجرد بس ما سيبته ساعة ونص كده تقريبا، والولاد طبعا عايزين يدوقوا، فقمت حطيت على طول. بصي بقى المطة بتاعته حلوة قوي، طعمه حلو قوي. مستخدمناش سكر لان الجيلي فيه سكر، والكريمة برضو هي مسكرة. لو عندنا صوص فراولة نقدر نحطه فوق الوش بالشكل دوت كده. مش عندنا، هو مش محتاج اصلا اي حاجة خالص. اعمليه بقى وفرحي الولاد. وعلى فكرة البولة اللي انا مستخدماها دي بولة كبيرة، يعني واخدة كمية كبيرة جدا من الايس كريم. بحاجات كده يعتبر ممكن تبقى عندك باكو جيلي وعندك شوية كريمة تقدري تعمليه للولاد. طعمه خطير يا جماعة، جربوه هتدعولي والله. ممكن تعملي كذا طعم لو انت حابة.
يعني تعملي طعم الجيلي، طعم الفراولة والمانجا، ويبقى عندك 2 ايس كريم. تعالي بقى لو عندك نص بطيخة مسخة ومش عارفة تعملي بيها ايه، تعالي اقولك بقى. انا جبت بطيخة طلعت بصراحة مسخة جدا، الولاد مش راضيين ياكلوها، فقررت ان انا اعملها لهم حاجة يحبوها ويرضوا اللي هم ياكلوها. مسكتها بقى بالهاند بلندر وبدأت اللي انا اضرب فيها بالشكل دوت كده. لو مش عندك هاند بلندر تقدري اللي انت تقطعيها وتحطيها في شفشق الخلاط مع شوية مية صغيرين. لو هتحطيها في الكبة هتتفرم معاكي على طول. وفي الخلاط برضو لو شغلتي شفشق الخلاط الاول وبعد كده نزلت كده بقطعة كده هتلاقيها بدأت تتضرب معاكي. بعد كده بقى هصفيها كويس جدا من اي بذور موجودة جواها. اهم حاجة اتأكد اللي هي اتصفت كويس عشان احنا مش عايزين البذور ديت خالص، او لب البطيخ مش محتاجينه يعني. خلص الكمية كلها. طبعا هي طلعت معايا كمية حلوة كده. خلاص تمام قوي. بعد ما خلصت الكمية كلها، بصي بقى كميتها قد ايه. هدخلها بقى الفريزر تقعد من حوالي كده 3 4 ساعات في الفريزر. انا ما كملتش الصراحة، سبتها حوالي بقى ايه نص ساعة في الفريزر، نص جمد ونص لا. وبعد كده هحط عليها كيس من الكريمة، احط معلقتين من الحليب البودر، وادوب الكلام ده مع بعضه كويس جدا. انا المفروض اضرب بالمضرب بس دوبته الاول كده شوية عشان ما يطرش مني. هضرب بقى بالمضرب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا علشان اتاكد اللي هو بدأ اللي هو يتقل معايا. طبعا انا هنا حطيته في الحله عشان ما كنتش عارفه اضرب في الطبق. بعد ما ضربته بالشكل دوت نقدر نحط لون طعام عشان نحمر الموضوع شويه. ونقدر لا، انا هحط حاجه بسيطه كده عشان تخلي بس التيست حلو كده في النهايه. حطيتها بقى في العلبه دي، والعلبه دي بتدخل الفريزر. هقلبها كويس جدا وادخلها الفريزر لمده ساعتين 3. المفروض 6 ساعات، بس انا بستعجل على الحاجة فما بسيبهاش 6 ساعات. لو عندك الكوبايات اللي هي البلاستيك دي نقدر نحط فيها ونحط جواها اللي هي العصاية بتاعة الايس كريم، وندخلهم الفريزر ونخرجهم بقى بعد 6 ساعات. بصي شكلهم حلو ازاي. عايزة اقولك طعمها خطير، حلوة. ما استخدمناش سكر لان الكريمة كانت مسكرة، بس لو انتي حاسة اللي هي محتاجة سكر تقدري تحطي. طعمها حلو قوي. وطبعا دي بقى لو انتي عندك بطيخة تقدري تعمليها، يعني البطيخة لو مسخة الولاد مش عايزين ياكلوها هتطلع حلوة قوي. معايا كوباية من المية، معايا نص كوباية من الكاكاو الخام. هنعمل وصفة حلوة قوي وطعمها بيكون حلو. يعني انا مش قادرة اقول عليها ايس كريم قد ما قادرة اقول عليها اللي هي دونيتي، يعني الاتنين بالنسبة لي حكاية. نص كوباية بقى من المية في حاجة بتتحط على النار عشان هرفعها على النار، تمام. وبعد كده هحط نص كوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو الخام، واقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا، واتأكد ان السكر داب معايا. هاخد بقى الكلام ده كله كده ارفعه على نار متوسطة ومستمرية في التقليب. في المرحلة دي هنزل بباكت من الفانيليا، وطبعا دوت اختياري، لو مش حابة خلاص. معايا هنا نص كوباية من اللبن، عليها معلقتين كبار من النشا، وادوبهم مع بعض كويس جدا. هنزل بقى بالنشا على الخليط اللي انا عملته ده. هاخد بقى الكلام ده كله زي ما قلتلك هرفعه على نار كده متوسطة لحد ما يبدأ اللي هو يتقل معايا. في المرحلة ديت خلاص هو تقل معايا، هبدأ بقى ان انا اسيبه يهدى تماما. لو الولاد عندك عايزين ياكلوا في المرحلة ديت ياكلوه عادي جدا بيتاكل. ممكن تحطي في كل طبق لوحده كده اطباق صغيرة وتحطيها في التلاجة وياكلوها بالمعلقة، بتبقى طعمها حلو قوي. بعملها للولاد بتبقى خطيرة. لكن انا هكمل بقية الوصفة معاكم. حطيتها في الطبق هنا وسبتها تبرد شوية. بعد بقى ما بردت شوية كده ومسكت نفسها زي ما انت شايفة، هبدأ ان انا احطها في شفشق الخلاط او في الكبة المتوفر عندك. نزلت بالكمية كلها، وهنا هنزل بكيس من الكريمة، وهضرب بقى كله مع بعض. هضربهم بقى مع بعض كويس جدا. هتأكد تماما بقى الكريمة بدأت اللي هي تدوب معايا.
في المرحلة ديت بقى هبدأ بقى ان انا احطها كده في علبة تكون بتدخل الفريزر. برضو في المرحلة دي لو انت عايزة تعملي منها طبقات، اسفة اطباق صغيرة وتحطيها في التلاجة والولاد ياكلوها كده، برضو طعمها حلو جدا. يعني الخطوة الاولانية طعم، والخطوة دي ليها طعم، ولما تدخل في الفريزر وتخرج في النهاية برضو ليها طعم تالت. فانت ليكي حرية الاختيار بقى، حابة تجربي اي واحدة من التلاتة براحتك خالص. انا هنا حاولت ان انا اسويها، وطبعا بقى هدخلها الفريزر لمدة 6 ساعات، وكالعادة انا مش بستنى ال6 ساعات. طب تعالي نشوفها بعد الساعتين شكلها عامل ازاي. ايس كريم شوكولاتة طعمه حلو جدا بالمية من غير مكونات كتير، بطريقة اقتصادية خطير. المعلقه بتاعه الايس كريم ما كانتش مساعداني، وهو ما تلكش قوي فما كانش مساعدني قوي، بس في مطه حلوه قوي والطعم حلو جدا. السكر مظبوط. بصي بقى احنا هنا هنعمل وصفتين في وصفة واحدة. لو انت حابة تعملي قمر الدين هبقى اقولك على الطريقة، لكن انا هنا عملت مهلبية الجزر بطريقة حلوة قوي. وبما اني عاملة مهلبية الجزر فنعمل قمر الدين اللي هو بتاع شهر رمضان، فعادي فليكي حرية الاختيار في الاتنين. تعالي نعمل بقى مع بعض المهلبية ونشوف عملناها ازاي. طبعا القمر الدين دوت طبعا كلنا عارفين هو قد ايه غالي، فانتي لو عندك قمر الدين في الثلاجة مثلا او في الفريزر فايض من شهر رمضان، اعملي حلويات للولاد الايام دي بتبقى حلوة قوي. لكن انا هعمل هنا مهلبية الجزر او مهلبية قمر الدين. بصي القوام بتاعها حلو ازاي، هي على فكرة لسه سخنة، لما تقعد في التلاجة بتسقع كده وتمسك وبتبقى طعمها حلو قوي. معايا حوالي 1.5 كيلو من الجزر، غسلته بعد كده قشرته، قطعت الاطراف وبشرته بالطريقه ديت كده. معايا كوبايتين من السكر ومعايا نص كوبايه من الميه. هرفع الكلام ده كله على نار هاديه لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا بالشكل دوت كده. في المرحله ديت بقى عايزه اقولك ان الجزر خلاص استوى بس لسه في سوائل شويه، فده المطلوب. هاخد بقى الكلام ده كله كده في شفشق الخلاط واروح مدياله ضربه. هضربه في شفشق الخلاط لحد ما احس كده اللي هو القوام بقى كريمي قوي. بس قبل بقى طبعا ما اضرب في شفشق الخلاط هجيب نص كوبايه من الميه، واحط فيها نص كوبايه معلقه ونص من الجيلاتين، جيلاتين حلال. طبعا الميه دافيه معايا، نص كوبايه من الميه الساقعه، وهنزل عليها بمعلقتين من النشا. الجيلاتين بياخد ميه دافيه والنشا بتاخد ميه ساقعه. هدوب بقى النشا برضو كويس جدا في قلب المية بالشكل دوت كده. في المرحلة ديت بقى هنزل في الخلاط بمعلقتين الجيلاتين. انا لو سبت الجيلاتين شوية هيتقل معايا. وكمان هنزل بقى بمعلقتين النشا. نقدر نزود بقى سكر لو احنا حابين، بس السكر مظبوط بالملي يعني. هحط معلقة صغيرة من ملح الليمون، وهضرب بقى الكلام ده مع بعض كويس جدا في شفشق الخلاط لحد ما اتأكد اللي داب معايا وبقى القوام كريمي خالص. في نفس الحله اللي احنا سلقنا فيها الجزر نبدا ننزل بقى بالخليط ده كله في قلب الحله. هنفضل بقى مستمرين في التقليب لحد ما يبدا اللي هو يتقل معايا. في المرحله ديت هبدا اللي انا احطه في الاطباق. لو انت عايزه تحوليه بقى لمهلبيه قمر الدين هبقى اقول لك ازاي تعملي قمر الدين في فيديو لوحده. هاتي بقى نص كوبايه من الرز وعليها كوبايه من الميه واغسليهم كويس جدا، تمام. بعد كده بقى نحط نص كوبايه الرز في حله وعليها 4 كوبايات من الميه، ونرفعهم على النار لحد ما الرز بتاعي دوت يبدأ اللي هو يستوي تماما. هنعمل ايه؟ هنعمل رز بلبن بس طعمه حلو قوي، رز بلبن كريمي زي بتاع المحلات بالظبط. في المرحلة ديت الرز بقى بدأ يستوي بالشكل دوت كده، ودوت المطلوب. رز مصري عادي نقدر اللي احنا نستخدمه. شرب المية بس لسه فيه شوية سوائل، فهسيبهم برضو على النار لحد ما يفشر كده بالشكل ده. تلاقي الحبايه كده بدأت اللي هي تفتحها معاك. هاخد منها نص كوبايه من الرز. طب ما هو اصلا في النهايه في الاجمالي نص كوبايه هيبقى، لا ما تخافيش ما هو بيزيد اضعافه. بعد كده هحضر كوبايتين من الحليب واحطهم على الرز المسلوق ده واقلبه. طبعا كل دوت والنار شغاله بس النار هاديه جدا كده. في المرحله ديت اقدر اقولك اللي تمام قوي. تعالي بقى هتشفشق الخلاط ونشوف هنعمل فيه ايه. هجيب نص كوبايه الرز المسلوقه واحطها جوه شفشق الخلاط. ركزي في الخطوات ديت
لان ده اللي هيطلع الرز بلبن بتاعك كريمي وطعمه حلو قوي. هجيب معلقتين من الكريم جانتيه، وهجيب معلقتين من النشا، وهحضر كمان معايا معلقتين كده من قشطة وش اللبن، واحط كوباية من الحليب، كوباية كمان من الحليب، يعني كوبايتين. وانا حطيت كوبايتين على النار، يعني 4 كوبايات من الحليب. معلقة صغيرة من الفانيليا او كيس من الفانيليا، كوباية الا ربع من السكر، نقدر نستبدلها بنص كوباية. لو عندك لبن بودر نقدر نحط معلقتين من اللبن البودر برضو. هنضرب بقى الكلام ده مع بعضه كويس جدا جوه شفشق الخلاط بالشكل دوت كده. قد ايه بقى الخطوة دي بتخلي الرز بلبن رايح في حتة تانية والطعم حكاية. هنزل بقى بالكلام ده كله في قلب على الرز اللي هو كان مسلوق وحاطين عليه لبن، وافضل مستمرية في التقليب لحد ما يتقل معايا على النار. عايزه اقولك بقى الرز بلبن ده طعمه حلو قوي خطير. يمكن مفهوش افتكاسات كتير، بس مرحله الخلاط دي بتتقل كده القوام وبتخلي طعمه حلو قوي. الكريمه اللي انا حطيتها دي اختياري، لو مش متوفره عندك تقدري تستبعديها من الوصفه، مفيش مشاكل. قشطه وش اللبن بتدي دسامه حلوه قوي للبن. وطبعا اللبن اللي انا مستخدماه ده لبن من عند اللبان، مش لبن معلب من السوبر ماركت. مستحب اللي يبقى لبن من عند اللبان، بيبقى طعمه حلو قوي، بيطلع شوية رز بلبن كريمي كده طعمه جميل. بصي بقى بدأ اللي هو يغلي معايا بالشكل دوت وهيتقل. انا ما بسيبهوش يتقل قوي على النار، عشان خاطر لو تقل على النار قوي لما تيجي تسيبيه في الطبق بعد ما يبرد هتلاقيه تقل تاني كمان. لا، انا بطفي عليه وببدأ اللي انا اغرفه في الاطباق واسيبه يتقل في الطبق. بصي كده بحاول ان انا اخد شوية من تحت اللي فيهم رز وشوية من فوق عشان يبقى الطبق كله زي بعضه. نحطه بقى في الاطباق، في كوبايات، في كاسات، اللي انت عايزاه اغرفيه كده للولاد وسيبيه يبرد شويه. قد ايه ساقع بقى ومنعش وطعمه حلو قوي. خلاص كده الرز بتاعنا خلص. بعد ما يبرد تقدري تحطي بقى على وشه شويه مكسرات، شويه جوز الهند، شويه زبيب، المتوفر عندك يعني. هنا كده قبل ما ادخله التلاجة تعالي نشوف القوام بتاعه عامل ازاي. بصي بقى كريمي وطعمه حلو جدا خطير، السكر مظبوط، الرزايه كده مستويه ودايبه وانت بتاكليها، بس فعلا طعم الرز باين، يعني تحسي ان انت بتاكلي طعم رز بلبن مش طعم حاجه كريميه وخلاص. دي كده الوصفه. تعالي ندخل على الوصفه اللي بعد كده، لان الوصفه اللي بعد كده مهمه قوي وهتعجبك ان شاء الله. برضو هي ليها علاقة بالرز بلبن كده والحاجات اللي هي ليها علاقة بالألبان، بس خطيرة. طبق الرز بلبن ده بقى في الصيف خطير. لا، هي مش ديت اللي انا قصدي عليها، دي وصفة تانية. معايا كوبايتين من الحليب رفعتهم على النار لحد ما يبدأ الحليب يغلي معايا بالشكل ده كده. اول ما يبدأ يغلي معايا هرفعه من على النار واجيب بقى مقلاية واحط فيها نص كوباية من السكر. مش هلمس السكر غير لما يبدأ اللي هو يكرمل من على الأطراف، وبعد كده هقلب كله مع بعضه. اول ما يبدأ يكرمل بالشكل دوت كده، طبعا انا لما قلبته بدأ يتكرمل كله بقى. مستحب ان انت ما تستخدميش معلقة معدن، ما تعمليش زي ما انا عملت. بس لو متمكنة قوي في الموضوع اعملي عادي مفيش مشاكل. بس اهم حاجة بس عشان الكراميل ما ايه ما يتلسعش منك، لان في مرحلة بسيطة بين الكراميل واللي هو يمرر معاكي، حاجة بسيطة جدا. بعد بقى ما الكراميل اللي داب معايا نزلت بقى باللبن اللي انا كنت غالياه على النار. في نفس الكزرونة اللي انا غليت فيها اللبن حطيت نص كوباية من اللبن وعليها معلقتين من الكاستر. نقدر نستبدل الكاستر بالنشا مفيش مشاكل. هدوبهم مع بعض كويس جدا وانزل بيه الخليط اللي احنا عملناه الاول عليها، واقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه وارفعه على النار. دي بقى مهلبية، بس مهلبية كده تحسيها اللي هي طعمها حلو قوي، خطيرة كده. يعني الكرملة بتاعت السكر مدية طعم، لون الكاستر مدي طعم حلو قوي. فعايزاكي تجربيها هتعجبك او هتعجب الولاد. طلعوا معايا 3 اطباق. هحط كده على وش الطبق شوية صغيرين من القرفة. طبعا نقدر نستبدل القرفة بأي حاجة لو مش بتحب القرفة.
ممكن نحط على وشها فاكهة لو احنا بنحب الفاكهة، لو متوفر عندنا مثلا شوية فاكهة، مثلا موز، فراولة، عنب، تفاح، نقطعه حاجات صغيرة كده ونحطه على وشها. خطيرة يا جماعة، جربوه والله تعجبكم. نقدر نستبدل كمان القرفة بالكاكاو لو احنا حابين. تعالي بقى نعمل مع بعض اطباق العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. العاشورة من الحاجات اللي بتبقى حلوة قوي. العاشورة هي بتتعمل بالقمح المبشور. هاتي ربع كيلو قمح مبشور، نقيه، اغسليه كويس، وبعد كده حطي فيه ميه، سيبيه لمده 3 4 ساعات. صفي الميه واشطفيه، حطيه في حله، حطي عليه كوبايتين من الميه، وارفعيه بقى على النار لحد ما يشرب الميه بتاعته بالشكل دوت كده. هيستوي ويفشر معاكي. انزلي بنص كوبايه من الحليب، اسفه، نص كوبايه من السكر ونص كيلو من الحليب، وسيبي الكلام ده كله مع بعضه على النار. لو مش بتحبي طعم القمح قوي وعايزاه كده يبقى كريمي معاكي، اديله ضربه في الخلاط او بالهاند بلندر بالشكل ده. هو هيكون لسه جواه حبيبات، مفيش مشاكل، بس هتقل شويه. معايا نص كوبايه من الحليب، حطيت عليها معلقتين من النشا، هدوبهم مع بعض كويس جدا وانزل بيهم، واسيب بقى الكلام ده كله على النار لحد ما ياخد غلوه والنشا كمان تستوي. في المرحله ديت بقى هحطها بقى في اطباق او في علب زي ما انت تحبي، وهسيبها بقى في التلاجة شوية، واحط على وشها شوية مكسرات، وتبقى طعمها خطير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير.